زمن الاداء لو 4 ثواني الراحه بتاعته تبقى في الرينج ده، لو انا بس بشرط ان المجهود بتاع الاربع ثواني يبقى قوي قوي. يعني لو انت مشيت 4 ثواني لو انا رحت لحد الباب في 4 ثواني اريح 48 ثانيه؟ لا، يبقى المجهود داخل في الموضوع، مش الشده بس، مش الزمن بس. 5 ثواني حوالي 60 ثانيه، وافضل امشي كده يا كباتن. طيب انا هفضل اضرب في 12 يا دكتور، ولا لما الرقم بتاع الاداء يزيد شويه محتاج اضرب في رقم اكبر شويه؟ مش انت لما بتعمل مجهود جامد محتاج راحه اكتر، فبالتالي ممكن تضرب في رقم اكبر شويه. طب من كام لكام حطوا لنا النسبه؟ حط لك هنا من 12 ل 20، يعني ممكن 13 و14 و15 ضعف. تفهمين يعني ايه 1 ل 12؟ زمن الاداء لو 1 الراحه تبقى 12 ضعف. افضل ازود النسبه ديت لحد ما ممكن اريح 20 ضعف زمن الاداء، 13 ضعف، 14 ضعف، 18 ضعف. يعني لو 18 ضعف وانا اشتغلت في المثال، فاكرين المثال اللي كان هنا كان كام ثانيه؟ 10 ثواني صح؟ 10 ثواني شغل، 10 ثواني اداء قوي وسريع، 10 ثواني جامبات، 10 ثواني باور، 10 ثواني سبرنت، دي اداءات قويه وسريعه صح؟ نظام فوسفاتي. لو انا ريحت 18 ضعف، يعني 18 ضعف الاداء 18 مره من زمن الاداء، يبقى رايح كام ثانيه؟ 180 ثانيه. مش 18 في 10 يعني 180؟ طب ما ال 180 ثانيه كام دقيقه؟ هي صح؟ بس انا لما اقول لك 18 ضعف، في مدربين يعملوا كده 18 ضعف. هو التمرين فيه كام 18 ضعف يا دكتور؟ طب ما انت لسه من شويه موافقني على 3 دقائق واقنعتك بالخمس دقائق وكنت ساكت صح؟ 20 ضعف اللي تعبتك يعني؟